ألا إني حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته في خطبة الوداع يقول للناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وأطيعوا ذا أمركم يعني أطيعوا ولاة الأمور. ولذا فإن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم حيث سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات الأحاديث التي تأمرهم بالسمع والطاعة للحاكم المتغلب وإن كان ظالما وإن كان قاتلا، عليهم بالسمع والطاعة حقنا للدماء، فإن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا هذا وساروا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو الذي قتل عشرات الآلاف وحاصر مكة وضرب الكعبة بالمجانيق وأذل العباد، فإنك ترى الصحابة، والصحابة هم أشجع الناس وأشجع الخلق، ولو عندهم رخصة في قتال ذلك الظالم لقاتلوه وقتلوه، ولكنهم سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، ذلك الظالم الجبار العاتي الفاسق الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه المبير، أي الذي يهلك الناس بغير حق. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون خلفه ليس خوفا أبدا، وإنما طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يصلي خلف الحجاج شيخ الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وأنس رضي الله عنهم أجمعين، يصلون خلف الحجاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصبر على ولاة الجور والظلم، يصلون خلفه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: أمرنا ألا نقاتل في الفتنة، ويقول: والله لا أقاتل في الفتنة أبدا وأنا أطيع لمن غلب، وأنا أطيع لمن غلب. وهذا الكلام يقال لهم إن هناك من تغلب الآن، من تغلب على البلاد وحكم البلاد وسادها ومعه القوة، فينبغي السمع له والطاعة، لا سيما أنه لم يفعل مثل ما فعل الحجاج، وما قتل إلا بالحق وما قتل ظلما. وحتى لو مع الافتراض الباطل أنه قتل ظلما ولم يفعل، حتى مع ذلك فإنه ينبغي السمع والطاعة وعدم الخروج عليه بحال من الأحوال.